السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أول امبارح من 3 أيام كده عملنا ريفيو على مطعم الفلاح، وسألناهم قلنا لهم احنا كنا جايبين كبدة من عندهم، كانوا جايبين 7 سندوتشات ب 50 جنيه على العرض اللي هم عاملينه، وسألناهم في الفيديو قلنا لهم انتم تبع الفلاح اسكندرية؟ قالوا اه تبع الفلاح اسكندرية. هسمعكم دلوقتي حالا الحاج قال ايه هم طلعوا ايه، تمام؟ ولكن اللي انا عايز اقوله هو انت مفيش مانع انك تجتهد وانك تطلع حاجه حلوه، لكن المانع انك تسرق غيرك او مجهود غيرك او علامه براند غيرك. مش شطاره على فكره. انا كده اوريدي كنت جاي اكل من عندكم كبده، وكده هاكل، وكده هقول رايي وهي حلوه مش وحشه، لكن اجتهد لنفسك، ما تاخدش مجهود غيرك. طبعا انا مش هينفع انزل الفيديو نفسه، لكن هسمعكم الفيديو بالصوت والصوره. نلف يا عادل ومش براحه انه لف يا يمين. هسمعكم الجماعه دول قالوا ايه في الفيديو، تمام؟ انا هسمعكم، بس رب ما يجيش تليفون يعطل المسيره اللي احنا هنعملها دي، عشان انا هصور لكم المحل وهقول لكم اللي حصل من الجماعه دول. هم قالوا ان هم تبع الفلاح الاصلي، وطبعا الكلام مش كده خالص. وكمان الحاج زعلان وقال لهم ان هو هيقاضيهم وحقه. فيلا بينا نسمع هيقول ايه كده. عليكم، معاكم الحاج وحيد الفلاح صاحب محل. هو ليه ما اتصلش؟ اللي في محطة الرمل اللي جنب سينما مترو. بيسلم على أهل مطروح وبيقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وبيسلم على زوار مطروح، وبقول يا رب كده يسعدهم بالأجازة ويفرحهم ويجعلها أجازة سعيدة عليهم. وعايز أعرف أهل إخواتنا اللي في مطروح وأهل مطروح وضيوف مطروح إن اللي كاتب اسم الفلاح بتاع الكبدة ده سارق اسمي، ومحدش يصدقه. دول شويه نصابين يعني بيقلدوا. انا اللي مزعلني ان جت زبايني قالت لي احنا خدنا السندوتشات رميناها، ليه الاكل هنا مش زي هنا؟ فطبعا ما يصحش يعني. ليه تسوقوا سمعتي ليه؟ اشتغلوا ربنا يرزقكم ويسهل لكم، اشتغلوا وافتحوا كبده واللي نفسكم فيه اعملوه، بس مالكمش دعوه باسمي. تسوقوا سمعتي ليه؟ وتظلموا الناس ليه؟ الناس راحت تشتري منكم على اساس انتوا الفلاح. بكل بجاحه كده كاتب الفرع الاصلي وفرع من فروعك اللي هي جنب سينما مترو. انا اعرفك منين عشان تكتب عنواني؟ يعني تكتب عنواني ليه؟ انت منين اصلا عشان تكتب عنواني؟ دي بجاحه دي يعني. انت فكرك ان مفيش قانون يعني؟ والله العظيم ما هسيبك زيك زي غيرك. في قانون، المساله مش سهله زي ما انتوا فاهمين كده. وكاتب عنوان والمحل اللي جنب سينما مترو. يعرفك منين اصلا؟ فانا بقول لك استحي، ما تبقاش غشاش. فالغش سرقه، فاتقي ربنا وشوف لك شغلانه ثانيه ادام انت مش عارف في دي. عايز تطلع على كتف غيرك؟ ده احنا طفحت الدم عشان يبقى اسمي كده، فما ينفعش. واحد كاتب الفرع الرئيسي بتاع سينما مترو، وسينما مترو عرفك منين؟ وواحد كاتب احتذروا من التقليد. ولو كنت انت الاصل ليه اللي انا فيه ده؟ في قانون هيجيب لي حق منكم، وهيجيب حق الشعب اللي ضحكتوا عليه وخليتوه رمى الاكل. القانون مش هيسيبكم ولا انا هسيبكم، عشان تبقوا عارفين يعني. فاستحوا. دي سرقه ولا السرقه ما بقتش عيب ولا حرام؟ ما بقتش حرام عندكم السرقه؟ ليه تغش الناس؟ ليه حرام الغش؟ ولا ما تعرفوش الحرام؟ حقيقي ما تعرفش الحرام، لانك لو تعرف الحرام مش هتقول ان دكانك بتاعي. دي نصيبه سودا ان بقى الفرع بتاعك بقى دكاني، بقى بتاعك. الفرع اللي في محطه الرمل بقى تبعك هو الاصل كمان. استحي واتقي ربنا، وانا هنعرف ناخد حقي وحق الناس اللي انت ضحكت عليها وبعت لها على صوم ان انت الفلاح الاصلي. وانا بقول لاهل مطروح وزوار مطروح
احتذروا من انا الفلاح ملوش فروع اطلاقا في اي محافظه، كلهم غشاشين وحراميه سارقين اسمه، وكل المحلات دي رفع عليها قواضي، وفي محلات كتير قفلت وغيرت الاسم، ودول برضه هيجي عليهم الدور باذن الله، بس ان الله مع الصابرين. السلام عليكم. بصوا يا جماعه، طبعا انتوا سمعتوا الحاج وحيد اهو. استنى مش انت. السلام عليكم. ده اهو معاكم الحاج وحيد الفلاح، الحاج وحيد اهو، صاحب محل الفلاح اللي في محطه الرمل. ده الفرع اللي هم قالوا عليه ان هو اهو، اللي قالوا عليه ده في اذاعه والتلفزيون منطقه رمل. ده الفرع اللي قالوا عليه ان هو اصلي، الناس اللي هتشتري من عندها هو اصلي، قالوا اصلي، والحاج وحيد طلع كدبهم على السوشيال ميديا. طبعا احنا اعلام البلد، احنا بننقل الصوره كامله حقيقيه، سواء الصوره ديت مشرفه او سواء سلبيه. ولما صدر مننا ان احنا رفعنا ناس قلنا لهم ان انتم الاصليين وقالوا واصدرناها للناس وعرفناهم، برضو كان واجب مننا بوست توضيحي بكلام الحاج وحيد الفلاح بصوته والصوره بشحمه ولحمه. والله ان انا ما اعرفش الراجل ده ولا شفته ولا هو يعرف ان انا هعمل الفيديو ده. انا عملته توضيح للزوار مطروح، عشان لو حد شاف الفيديو بتاعي الاولاني طبعا خلاص الفيديو اتشاف، فما عادش فيه اي شيء تاني الا فيديو يكذبه، فيديو يقول اللي حصل ايه. طيب هو انا قلت رايي وان فعلا الكبده حلوه، يعني الحاج وحيد بيقول ان الناس العملاء بتوعه قالوا كذا، طيب وانا بقول رايي ان الكبده حلوه، لكن انت استخدمت اسم مش اسمك، واستخدمت براند مش براند بتاعك. يا عم الله يرضى عنك، طب ليه ما تقولش الحقيقه زي ما الحاج بيقول؟ يا عم ده اسمه، الراجل اسمه، والراجل تعب، والراجل مشهور، والراجل معروف وحاطط عنوانه. انت كمان من بجاحتك على راي حاج وحيد بتقول له ده ليس لنا فروع اخرى. لا بتقول من سينما مترو. ايه يا عم انت بتحط عنوانه؟ يعني خلاص الراجل طلع بشحمه ولحمه اهو، صوته وصوره، وفيديوهاته مغرقه الفيسبوك، وانا ما رضاش احط الفيديو بتاعه فحطيت صوته. يا شباب الناس اللي حاضره تبلغ الغيبه، ولو حد يعرف الحاج وحيد يبلغه اسفي كابو حنين، ويبلغوا الفيديو ده بتاعي، يقول له ابو حنين عامل لك فيديو اهوت وعرف الناس الحقيقه. مش عشان حاجه اكتر ان احنا يعني الناس ما ينضحكش عليها، مش عايزين حد ينضحك عليه، ابقى عارف الجوده اللي انا باكلها دي جوده ايه. طبعا هي انا ماليش علاقه بقى الكبده بلدي ولا خرمانت، مش بتاعتي الكبده بقى، بلدي خرمانت انجليزي منوفي شرقاوي غرباوي، مش بتاعتي. انا بتكلم على وضع قائم، انا صورت لهم وقالوا ان هم الفلاح الاصلي، فبناء عليه وجب التنويه. بعد ما الحاج وحيد طلع وقال الفيديو وجب علينا التنويه ان احنا نقول للناس انه مش الاصلي. صباح الفل، اجمل صباح على عيون كل المتابعين، صباح الجمال. بلغوا تحياتنا لكل الناس الحاضرين والغايبين.